ابو يوسف، نعم. انا بقى عايزاك في مهمة، والمهمة دي مستحيلة انك تعملها. ايوه مستحيل ان انا اعملها. ده انت جايه في مهمه صعبه بقى. مهمة صعبة جدا. بس ما فيش حاجه صعبه عليا يا ام يوسف، ما تعرفيش الكلام ده. والله بص بقى احنا هنشوف. ايه هي المهمه الاول؟ اولا انا عايزاك تعمل فشار. اعمل فشار؟ طب انت شايفه المهمه دي صعبه ليه؟ صعبة على انك كفيف. يعني عشان انا كفيف مش هعرف اعمل فشار؟ والله بيقولوا. العظيم. طب ايه رايك بقى دلوقتي لما اوريكي انا هعمل فشار ازاي؟ ما توريني. هوريك. تمام. خليكم معايا بقى يا جماعه عشان تشوفوا الشيف ابو يوسف بقى يعمل لكم احلى حله فشار دلوقتي. هوريكي. طبعا. هوريكي. اتفرجي عليا بقى يا ام يوسف وانا بعمل لك احلى فشار. ماشي يا ابو يوسف. يعني عشان انا كفيف مش هعرف اعمله ولا ايه؟ ورينا يا ده انا عملت اللي اصعب من الفشار. جت على الفشار اللي هو ايه بقى؟ اتفرجي عليا. طيب اما اجيب بقى يا جماعه الحله اللي هنعمل فيها الفشار. وريني يا ابو يوسف الحله يا ابو يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا ابو يوسف. ايوه بقى الحله دي كبيره شكل عازم البلد كلها. امال ايه؟ بس لو عملت الفشار ما انتش واكله منه. انا جايبه لك فشار كتير. طيب هبدا ان انا بقى يا جماعه هحط الحله على البوتاجاز بالظبط كده بالشكل ده كده. تمام. طيب انا طبعا حطيت الحله على البوتاجاز اهوت. ايوه. هبدا بقى ان انا اجيب الزيت اهوت. يلا بينا نشوف ابو يوسف وهو بيفضي الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت يا جماعه طبق زي دهوت عشان افضي فيه الزيت، لان انا عايز الحاجه تبقى حلوه كده وواسعه معايا عشان اعرف اعاير فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفرجوا معايا بقى وانا بفضي الزيت اهوت. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينور يا ابو يوسف. وكده فضينا الزيت اهو. الله ينور عليك يا غالي. وعليكي يا احلى ام يوسف في الدنيا. بس انت ما عدتيش تتحديني. ليه؟ ما عدتيش تتحديني في اي حاجه. هو احنا لسه شفنا النتيجه؟ طيب تمام اتفرجوا بقى يا جماعه. هو احنا شفنا النتيجه؟ هشتغل الغطا كده. تمام. وهبدا ان انا افضي الزيت في الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. جدع يا ابو يوسف. الله ينور عليا والله. الله ينور عليا. وبعد يا جماعه ما فضيت الزيت في الحله حطه فين يا ابو يوسف؟ اهو بقى. لا حطه في الحوض يا ابو يوسف. طب اما نخلص ايه ده عليا. طيب انا كده دلوقتي هتعمل ايه بقى؟ هبدا ان انا طب فين ماليش دعوه. ثانيه واحده. مش انت عايزه تتفرجي على الفشار؟ وعايزاه يطرقع في وشك؟ لا في وشي ليه؟ امال انت عايزه ايه؟ انا عايزه اشم الريحه وادوق. طيب يا ام يوسف حاضر من عيني. هبدا يا جماعه انا جبت المسدس اهوت. ده اللي بنولع بيه البوتاجاز. مش عارف بقى المسدس ده انتوا بتسمعوه عندكم. كل بلد ولها لهجتها طبعا. طبعا يا جماعه المسدس ده روحي ما اقدرش استغنى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا ان انا اولع. ايوه. بسم الله. يا ابو يوسف. بس جدع يا ابو يوسف. هبدا ان انا اوطي. ايوه بس تمام شاطر. عشان بس الزيت ما يتحرقش. برافو. وهبدا بقى ان انا اجيب الفشار. تمام يا ابو يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفشار فين؟ ما اعرفش بقى. الفشار راح فين؟ انا ما اعرفش. انت اللي حاطط الفشار. تمام كده. طبعا يا جماعه الحمد لله انتوا بتشوفوا بعينكم وانا بشوف بقلبي وعيني وبشوف بقلبي وايدي. بقلبه. بشوف بقلبي وايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا بسم الله على نورك يا رسول الله. لا ايه يا ابو يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ابو يوسف. هبدا بقى اللي انا افضل الفشار يا جماعه. هنعمله كله طبعا. الله. وهنجيب بقى معلقه عشان نقلبه. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله ينور يا ابو يوسف. وعليك يا ام يوسف. ما عادش تتحدينا يا ام يوسف خالص. تمام. بس المشكله بقى يا جماعه دلوقتي ان هو يطرح في وشي. بس انا مش حاطط بس الحله انا دلوقتي. حاسه كده ان الحله جايه نحل شويه، مش جايه في نص النار. لا هي جايه. ايوه بس كده. تمام كده. مظبوطه اهي.
تمام. تمام كده. طيب يلا. هنجهز بقى الغطا بتاع الحله عشان ايه لما يجي يفرقع. طب احنا نستنى لما يفرقع؟ هو المفروض اللي انا أيوة. استنى كده اما اشوف في حاجه هتفرقع لما الاقي واحده فرقعت كده يبقى خلاص اقوم حاطط الحل. طب بقول لك ايه، طب ما تعلي لحد ما يفرقع. عادي، هو كده او كده عادي. تمام، بس انا من رايي احط الغطا. ماليش دعوه. وبعد ما احط الغطا انا ليه الندوب. ماشي، اعلي سنه صغيره اصل لسه هنستنى. انا بقول لك يعني ايه، بحيث ان ايوه بس كده. بس هات الحله يعني ناحيه الحوض شويه. حاضر من عيني يا ام يوسف. بس الله ينور عليك. طبعا بقى يا جماعه انا دلوقتي حطيت الحله على البوتاجاز وفيها الفشار وكله زي الفل. أيوة. مستني بقى الفشار يفرقع. مش مستنيين الفشار يتحرق. لا طبعا يا ام يوسف، انت عارفه ان انا قد ايه تحدي. هنشوف. وانت عارفه ان مفيش حاجه صعبه عليا كواحد كفيف. وانا بنصح اخواتي المكفوفين يتحدوا الاعاقه بتاعتهم، مفيش حاجه صعبه. أيوة. اجتهد انت بس وتشجع كده وخليك جريء واعمل كل حاجه لوحدك. مره هتصيب، مره هتخيب، مره هتصيب كده. فانت خليك عندك اراده، يعني لا اعاقه لكل صاحب اراده. فعلا يا جماعه، يعني اعتمد على نفسك، مفيش حد بيدوم لحد والله. طبعا يا جماعه انا يعني بعمل الشاي لوحدي، بعمل العصير لوحدي، بعمل الاندومي، بعمل كل حاجه. بتطبخ لوحدك؟ الحمد لله بفضل الله. هتعلم. بتطبخ لوحدك؟ هتعلم. اخليك تعمل محشي لوحدك عادي، مفيش اي مشكله والله. ما عندي اي مشكله. عايز انا اعمل المحشي لوحدي طب بقول لك ايه، نعم، نصور فيديو في مره وانت بتعمل الرز بتاع المحشي. عادي والله، انا مفيش عندي اي مشكله. متاكد؟ طبعا انا طيب. متاكد. بص يا ام يوسف، انا لو مش متاكد من حاجه ما كنتش قلت لك انا هعملها. الله ينور لك قلبك يا بس الحمد لله كل حاجه بتمشي بالاحساس، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. صح. يا جماعه انتوا بتشوفوا بعينكم، انا بشوف بقلبي وايدي. يعني ايدي انا بحسس كده بقى، بعرف دي ايه ودي ايه ودي ايه، كل حاجه بعرفها بايدي. يعني انت دلوقتي شايف مثلا المعالق ديت بعينك. خلينا بتاع المقص ده انت شايفه بعينك، انا شايفه بايدي. انا عرفت ازاي ان ده مقص من ملمسه. يعني كده ده مقص. تمام، بايدي يا جماعه، بايدي. طيب وده ايه؟ دي سكينه. تمام، بايدي برضو. طيب ودي ايه؟ دي كوبايه. انت شايفها بعينك، انا شايفها بايدي اهو. انا مسكتها عرفتها. صعب والله على المكفوفين يا جماعه. ايوه طبعا الحمد لله. لا مش على المكفوفين كلهم، يعني بتفرق من شخص لاخر. ممكن يكون شخص مثلا بيخاف يخش المطبخ. ممكن يكون شخص بيخاف يعني يجيب كوبايه الماء لنفسه، بيخاف يعمل كوبايه شاي لنفسه. طب بقول لك ايه يا ابو يوسف؟ ايوه يا يوسف. يعني معلش قطعتك في الكلام. في بنات يعني بتقول انا بخاف ادخل مطبخ بما اني كفيفه. لا عادي. بتنصحهم بايه يعني لو دخلوا بقى على جواز وكده؟ لا والله انا بنصح الاهل يشجعوه. يعني بنصح انت لو عندك بنت كفيفه شجعيها، يعني خليها تعمل كل حاجه، دخلها المطبخ، خليها تعتمد على نفسها، خليها تطبخ وخليكي جنبها. طبعا بقى يا جماعه تعال كده يا ام يوسف هنا الجهدي. سامعين يا جماعه؟ هو لسه بادئ اللي هو يفرقع كده. الله ينور عليك يا ابو يوسف. طب بص بقى لا يتحرق، انا خايف. لا هو لسه ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. الله، بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام. سامعين يا جماعه؟ سامعين؟ على فكره النار العاليه ممكن تحرق. جدع يا ابو يوسف. سامعين يا جماعه؟ انت طفيت يا ابو يوسف. طفى خالص والله بجد. لا ما طفاش والله. طفى خالص. عادي ولع تاني عادي مش مشكله. عادي بس ما تبقيش تلبخوني يا ام يوسف. ممكن؟ من عين بعد اذنك، يعني انا حطيت المسدس. جدع يا ابو يوسف. كده ينفع يا جماعه؟ انا بخنا ابو يوسف كده ينفع؟ انت اللي بختنا ابو يوسف على فكره. بس الله ينور كده. اعتقد ان هو تمام. لا كمان شويه. حاضر كمان. بس كده تمام. لا كمان. بس كده. كده بقى يا جماعه يتعمل براحته. عامه انا بكره البوتاجاز بتاعي ده. ليه بقى؟ عشان في تعلية النار وتوطيتها بيبقى بارد شويه. لا جميل قوي.
وبعدين انت كمان لبختيني، انا ما بحبش حد يلبخني وانا بعمل حاجه، انا هعمل كل حاجه لوحدي، بس ما حدش يقول لي اعمل وما تعملش. ماشي يا ابو يوسف. سامعين يا جماعه؟ الله. استنى عشان يسمعوا. فرقع يا سيدي. احنا طبعا عاملين كميه كبيره يا جماعه. عد كده يا ابو يوسف. عاملين كميه كبيره ما شاء الله. شوفوا. هي الحله شفافه ولا ايه؟ لا بس بسمعهم الصوت. أيوة. افتح كده الغطا. لا افتح الغطا عشان كل حبات تكون في ناحيه. سامعين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. مش عارف انتوا سامعين ولا لا. اكيد. طيب خليكم بقى يا جماعه معانا اما يخلص كده بقى طرقعه براحته، عشان بس الفيديو ما يطولش، وهنرجع لكم تاني وانا بقى بحوش عنه الغطا كده بقى وبفضيه وبحط عليه الفلافل بتاعته. ايوه بقى يا شيف ابو يوسف، الله ينور عليك. سامعين يا جماعه الفرقعه؟ الله. سامعين يا جماعه؟ انا بس هسيبكم بس تستمتعوا شويه بفرقعه الفشار بتاع الشيف ابو يوسف. ده بيطبل والله. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا احلى شيف. شجعونا يا جماعه كده في الكومنتات يا جماعه. طبعا بقى يا جماعه دلوقتي الفشار بتاعنا الجميل اتعمل خلاص كده يعني. طبعا في ناس هتقول لي انت عرفت ازاي اللي هو اتعمل؟ هقول لكم يا جماعه ان انا ما عدتش سامع صوت فرقعه. سامعين معايا؟ الفرقعه بقت خفيفه خالص، فعشان ما يتحرقش بقى احنا هنقفل عليه. الله ينور يا ابو يوسف عليك. وعليك يا احلى ام يوسف في الدنيا. طيب على فكره عادي ممكن تشيلها من ايدها مش سخنه. ما انا عارف يا ام يوسف. طيب سخنه؟ لا حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا ان احنا بقى نشتغل، نحطها هنا كده على الحوض عشان نحط بقى الفلافل عليها. يا سلام على الريحه يا ام يوسف بجد. الله نشم ريحه شياط. الريحه بجد خطيره بجد والله. لا والله العظيم ريحته تحفه يا جماعه قوي 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 قوي. قسما بعز الجلال الله يا جماعه، يعني مش قادر اوصف لكم. بقول لك ايه؟ نعم. زق الغطا اللي وراك ده بايدك. طب استني اهدى عليا، ما انا ممكن اعمل حركه حلوه. ممكن اعمل حركه حلوه قوي. بس الله كده. بس كده. الله. قلبه بقى يا يوسف كده بالمعلقه. الله. قلب. قلب من تحت خالص. احلى شويه فشار. انا خايف اقلب من تحت يقوم وقع. طب بقول لك ايه حط بقى الفلفل على الاول وبعدين قوم قلب. حاضر. ونشوف بقى تقلبك الفشار يبقى عامل ازاي يا ابو يوسف. لوحدك. يا سلام. بس هو عادب صح؟ يا سلام. لسعه خفيفه كده عادي يعني. خد بالك يا حبيبي. هنجيب بقى يا جماعه الفلافل اهي. ايوه جدع يا ابو يوسف. حش المعلقه عشان ما تلسعكش. حاضر. خد بالك. المشكله ان كل حاجه سخنه. كل حاجه سخنه دلوقتي. خد بالك من الحل. حاضر. هقوم بقى يا جماعه حاطط دلوقتي الفلافل في ايدي. تمام كده. اخر شويه ولا ايه؟ هي ما عادش فيها اصلا. احط بقى الشويه دولت. الله. نفض ايدك عليه بقى. بالظبط كده. احنا يا جماعه ما بنحبش بقى ايه، احنا ما بنحبش الفشار اللي هو بالنكهات ده، احنا يعني ايه. بس انا بحب اللي بنكهات الجبنه اللي احنا كنا كلناه في الحديقه قبل كده. لا والله بس ده اللي عجبني كده بيتهيألي جميل. لا انا بحبه كده، ما بحبش بالنكهات، مش عارف ليه. ربنا يستر. بحس اللي بالنكهات دوت عامل زي عارفين يا جماعه الكراتيل والفشار ده. ما بحبش انا كده. عايز تحس بطعم الفشار. ايوه بالظبط كده. طيب من الغطا ده بقى هقلب كده بالمعلقه. ما تقلب. عارف يا ام يوسف، انا عارف انا اعمل ايه. ماشي عشان بس ايه كل حاجه تبقى مظبوطه كده. والله يا جماعه يوسف ده عسل. المشكله ان الغطا سخن. معلش بس عادي بقى. بس كده تمام. هبدا بقى يا جماعه اللي انا اشتري الحله دلوقتي عشان الفلافل يعني ايه تنزل على الفشار كله. ههز الحله كده الجهاد والجهادي. المشكله ان الغطا سخن. بقول لك ايه. نعم. خلاص سيب. المشكله يا ابو يوسف كده هو تقريبا انت قلبتها له ديت ممكن تنزل الفلافل اللي تحت. طب ما ممكن. طب ما فيش غطا تاني يا ابو يوسف غير ده؟ طب استنى ثانيه اجيب لك. انا عايز غطا تاني كبير غير ده. لا انا عايز اقلب الفشار كده، يعني اهز الحله كده شمال ويمين وفوق وتحت عشان الفلافل يعني تخش على الفشار كله. ماشي استنى عشان اصلا انا نسيت اصلا الفوطه بتاع المطبخ تحت. تمام ماشي. طيب بقى يا جماعه ام يوسف جابت لي غطا تانية الله يصلح حالها. تمام. هبدا بقى اللي انا اشتغل الحله كده واهزها شمال ويمين.
ايوه 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 ايوه. الله. عشان بس الفلافل ايه تنزل لتحت بس. تمام كده. طب انا عايزه ادوق. تعالي بقى يا ام يوسف دوقي بس بصراحه تقولي لي رايك. بسم الله. ووري الناس كده الفشار. الله. بصراحه يا ام يوسف الله. والله ما بهزر. بجد طعمه تحفه بصراحه. طعمه تحفه. طعمه جميل قوي. وريت الفشار للناس. وريهم كده. قربت لهم الكاميرا يا جماعه. شوفوا يا جماعه الفشار عامل ازاي. مفيش حبايه. مفيش حبايه في محروق. ايه الحلاوه دي؟ طيب قد التحدي ولا لا؟ قد التحدي. عايزك انت اللي تنطقها بلسانك. ملك التحديات ابو يوسف. بس كده. ابو يوسف المحترف الطعم في ايده مختلف. بس ده الشعار بتاعنا يا جماعه. طيب وده كان فيديو النهارده. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا بقى كلوا فشار معانا. يلا يلا سلام.